بقات لك غير ايام قليله على الامتحان وما عارفش كيفاش غتراجع في وقت قصير. اذا راك في البلاصه المناسبه. في هذا الفيديو غنعطيك 6 ديال الخطوات اللي غتمشي عليها باش تراجع الدروس ديالك في وقت قليل وبلا ما تضيع الوقت في التفكير الكثير. اول خطوه هي انك تحط خطه ديال الهجوم، The Plan of Attack. غتشد ورقه وتكتب فيها المواد اللي غتراجع وشحال ديال الايام غتراجع فيها وعدد الساعات ديال المراجعه. يعني مثلا غتراجع الفيزيك، المات والفلسفه في 10 ايام لمده ديال 5 سوايع في النهار. هذا هو ما يسمى بخطه الهجوم. ملي كتحط الخطه ديال الهجوم فبهذه الطريقه كتخلي الطريق واضح قدامك وكتحمي عقلك من التشتت، لان في العاده العقل ديالك مشتت ما بين المواد الكثيره اللي خاصك تراجعها، التوتر والخوف من المستقبل. هذاك الشيء علاش من كتحط الخطه للدماغ وكتوريه الطريق اللي خاصو يمشي منها، فانت كتوفر عليه بزاف ديال الوقت وكتخليه مركز غير على الخطه اللي حطيت عليه. الخطوه الثانيه الاهم فالمهم، يعني من تكون كتراجع فمن الذكاء انك تبدا بالحوايج اللي مهمين وماشي تختار الحوايج الساهلين غير حيتاش كتشوف باللي تقدر تراجعهم بسهوله، او لا تبقى تراجع بطريقه عشوائيه. انت دابا في وقيته ديال الامتحانات وما عندكش الوقت، يعني محتاج انك تراجع داكشي اللي مهم بزاف هو الاول باش تقدر ترفع الحظوظ ديالك في انك تجيب نقطه واعره. ولكن السؤال هو كيفاش غنعرف الدروس اللي مهمه واللي خاصني نبدا بها؟ بكل بساطة الجواب هو أنك تضرب طليلة على الامتحانات السابقة وتشوف كذلك التمارين اللي كنتي كدير في القسم أو تسول الأستاذ ديالك. بهذه الطريقة غتعرف الحوايج الأهم من المهمين. الخطوة رقم 3، استخدم ملخصات. انت دابا عندك وقت ضيق فأنك تراجع من خلال قراءة الكتب الأساسية ديال كل مادة ماشي أفضل حل. فانت في وقت اللي خاصك تاخد الحوايج المهمين تبقى مركز، يعني خاصك تحاول تستخدم ملخصات بحال مثلا PDF ملخصين فيه الدروس، فيديو في يوتيوب او لا ملخصات ديال التلاميذ اللي معك. انا عارفه باللي انك تقرا من الملخصات اللي ماشي انت اللي كتبهم بيديك غلط كبير، ولكن انت دابا راك في وقت ضيق فالملخص غيعطيك الافكار الاساسيه على الموضوع والحوايج المهمين بزاف في الدرس. الخطوه الرابعه كن مدرس. الخطوه الرابعه هي وحده من الطرق الممتعه بزاف واللي غتخليك تراجع بطريقه سريعه، وهي انك دير راسك استاذ. يعني جرب انك تشرح الدرس لراسك، خوك، اختك، داك الكاس ديال القهوه اللي حداك، او لا جيب شي واحد وربطو قدامك وحاول توصل ليه المعلومه. الطريقه ديال الشرح غتعاون دماغك بزاف باش انه يسترجع المعلومات ويتعمق في الفهم ديال الدرس. واهم حاجه هو انه من غتشرح لشي واحد كتزيد تاكد واش فهمتي الدرس او لا. فإلا قدرتي تشرح الدرس بطريقه سلسه لداك صاحبك اللي ربطيه قدامك فهاد الشيء كيعني باللي راك فاهم، اما الى العكس فراك غير كنتي متوهم باللي فاهمه. الخطوه الخامسه بري-ستادين او ما قبل الدراسه. من اكبر الاغلاط اللي كنديرو كاملين ملي كنبغيو نراجعوا الدروس ديالنا هو اننا كنحلوا الكتاب وكنبقاو نغوصوا في المعلومات وكنبقاو ضايعين ما بين التفاصيل. لكن ملي كتطبق بري-ستادين او ما يسمى بمرحله ما قبل المراجعه، وهي عباره على انك كدير واحد ليله خفيفه على الدرس او تلتقط الحوايج المهمين، تحاول تشوف الافكار الاساسيه، تعرف الدرس علاش كيدوي والحوايج اللي مهمين فيه. فبهذه الطريقه كتوجد عقلك وبالتالي هادشي كيعاونك ملي كتبدا المراجعه الفعليه ديال الدرس. الخطوه رقم 6، تفحص الامتحانات السابقه. جيب الامتحانات السابقين قراهم قراءه سريعه، حاول تقرا الاسئله اللي محطوطه. انت ما مطالبش باش انك تجاوب على الامتحان، ولكن حاول غير تقرا الاسئله وتعرف الطريقه باش كيتحطوا الامتحانات. من بعدها بدا تراجع الدروس ديالك. اشنو اللي وقع هنا؟ اللي وقع هنا بكل بساطه هو انك من غتجي تراجع الدرس فدماغك عارف شنو هما الحوايج اللي خاصو ينتبه ليهم ويعطيهم تركيز كبير. فتفحص الامتحانات السابقه يخليك تمشي في طريق واضحه وفيها اشارات. فالموضوع داير بحال الا قلت ليك سير في طريق بلا علامات. هنا كتبقى غادي في ديك الطريق وكتلتقط اي حاجه جات قدامك واخا ماشي مهمه، ولكن الا قلت ليك ملي في هذيك الطريق كاينين واحد 3 ديال الرموز اللي خاصك تنتبه ليهم، فهكا الدماغ ديالك غيبقى مركز باش يلقى دوك العلامات اللي شرت لك ليهم وما غيعمش راسو بالحوايج الاخرين. كنتمنى هاد الخطوات يعاونوك باش انك تجيب نقاط واعرين، وكونوا متاكدين باللي الفشل ماشي حاجه اللي خايبه، ولكن هو واحد الضربه اللي غتزيد بك القدام. وبالتوفيق للجميع. تشاو تشاو.